السلام عليكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبدا بالفيديو كما العاده بصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بغيت نخدم معكم العسل. اني وعدتكم الخطره اللي فاتت في الوصفه تاع المقروب. نسحقوه بزاف، راه جاي رمضان، نسحقوه بزاف. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نسحقوه سواء في الزلابيه، سواء في الاسبوع القاضي، سواء في البقلاوه. المهم نحتاجو فيه بزاف صوالح في المعسلات. عندي هنايا كيلو تاع سكر كما راكم تشوفوا. هنا ليطرو تاع ما، وهنا شب. هذا شب. انا ما راش عندي المطحون، عندي هذا غادي ندوبه في كاس، في فنجان تاع ما كما راكم تشوفوا. نبداو الطريق. هنا جبت الكسرونه تاعي، غادي نضيف عليها 2 كيسان تاع سكر، غادي نديرهم يتكرملوا. بسم الله. الكاس الاول. بسم الله. وهذا الكاس تاني. غادي هذا نديره على نار هاديه يتكرمل، ودوك نرجع معكم. راني درت السكر تاعي يتكرمل، دروك غادي نضيف الماء هنايا، وغادي نحطوه حتى يوصل لمرحله الغليان. صايي باش كي نحطوه فوق الكراميل ما يشكلناش دوك الكتل. غادي نديره دروك هذا. ومن جهه اخرى شتو هذاك الشب، راه عندي هنايا ربع كاس تاع ما، وغادي ندوبه فيه، نقعد نحرك فيه بالملعقه حتى يذوب. هذه الطريقه ديتها على الام تاعي، ربي يحفظها ويخليها ليا. غادي نقعد هكا كنحرك فيه حتى يذوب كامل هذاك داك الشب. واللي ما عندهاش الشب قادره في البديه من درت السكر يتكرمل نحصر عليه حبه تاع ليم، نص حبه الليم. درنا كيلو، ديروا حبه تاع ليم. صايي عصروا عليه حبه تاع ليم، وتكون صغيره شويه ما تكونش كبير. بسم الله. شوفوا دروك كي ضفنا داك الماء كان يطبخ، الماء كان يطبخ، ضفته له خلطت شويه. دركا غادي نزيد هذيك الكميه تاع السكر اللي بقات لي. صايي غادي نضيف هذيك الكميه تاع السكر هكا، وغادي نخلط مليح حتى يذوب داك السكر بهذه الطريقه. كي يذوب السكر دوك نرجع باش نديرو الشب. بعد اللي ذوبت كامل داك السكر اللي كان، غادي دروك ندير هذاك الربع كاس تاع الشب اللي كنت ديجا حليته فيه بهذه الطريقه. تنجموا تاني لو كان قلت لكم تنجموا راه تروح لي الهضره. كيما كنت قادره ندير السكر والماء ديريكت ما نكرملهش بسشوه، ما تعطينيش ديال الكولير، ما تعطينيش هذا اللون هذا تاع الحسل. فهمتوا؟ كنت قادره ندير ديريكت الماء والسكر، من بعدها كي نحلو مليح ويطبخوا مليح نضيف لهم داك الشب. صح انا بغيت نتحصل على هذا اللون. شوفوا مادام هي تقطع كيما هكا، ستادير مازال ما وجدش.
اللقاح كي ندير كيما هكا كنحسه شويه ثقيل وخط واحد ما يتقطعش. انا غادي نكمله كاع معايا بعدها نرجع معكم ان شاء الله. ها هو الحسل تاعنا بعد اللي كان برد. شوفوا القوام. نتوما الا بغيتو تقلوه اكثر من هكا خلوه على النار. شوفوا مهم الطريقه والمقادير. ان شاء الله تاع الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.